زيادا كبيرا. وقد توافق دخول الشهر الفضيل لهذا العام مع غزارة وتنوع في الإنتاج شهدته أسواق المملكة. سوق التمور في مدينة بريدة بمنطقة القصيم شهد دخول أكثر من 3000 سيارة محملة بمنتجات المنطقة من أصناف التمور المتنوعة. تفاصيل في التقرير التالي. أعداد كبيرة من السيارات تتجاوز 3000 سيارة يوميا تفد إلى سوق التمور بمدينة بريدة التي تعيش في هذه الأيام مهرجان التمور. بريدة اشتهرت بروعة تنظيم مهرجانات التمور التي تنظمها، كما هي شهرتها في إنتاج التمور. رواد السوق لم يكن حضورهم من داخل القصيم فحسب، بل يجد السوق إقبالا واسعا من مواطني الدول العربية ودول الخليج العربي. والله سمعت من أحد الأخوة الأصدقاء من سكان بريدة عن سوق البريدة أو معرض التمور، وحبيت أطلع على التمور الموجودة، لأن نحن نسمع أن تشتهر هذه المنطقة بتمور طيبة وتمور يعني جميلة وتمور مختلفة، فحبينا أن نحن نطلع ونأخذ منها، أيضا نتزود منها حتى يعني نوصلها للأهل في عمان ونقول لهم هذه التمور الطيبة من بريدة ومن أرض المملكة السعودية. صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود نائب أمير منطقة القصيم زار السوق وتجول على المركبات المحملة بالتمور، كما زار الفعاليات المصاحبة والمعارض المقامة، وزار جناح الأسر المنتجة. هناك ولله الحمد رأيت هالسنة أسر منتجة عند بعض الإخوان في شركات التمور، عملوا معهم أسر منتجة وصلوا إلى حوالي 40-50 أسرة، شباب سعودي يصل إلى 5000 شاب. هذا بحد ذاته يكفينا، أنا يكفيني يعني ويثلج صدري بأني أشوف شباب ولله الحمد كانوا في يوم من الأيام يبحثون عن فرص عمل، والآن ولله الحمد نراهم يطرقون هذا المجال ويتاجرون بالتمور ولهم مداخيل عالية ولله الحمد. هذا بحد ذاته يشكل أهمية كبيرة لدى أمارة المنطقة وكذلك المسؤولين القائمين في وزارة الزراعة وفرع وزارة الزراعة، ولا ننسى حقيقة الجمعيات التعاونية سواء في البطين أو في عنيزة أو في جميع المحافظات كلها. وأنا أحب أن أقول بأن القصيم كله كتلة واحدة. الملفت بالمهرجان هو اتجاه الشباب السعودي للعمل في ميدان السوق، وإن تنوعت اتجاهاتهم فإن المهم هو وجودهم. الأمر الملفت بسوق التمور بمدينة بريدة هو وفرة الأيدي الشابة العاملة، لكن تبقى مشكلة كثافة العمالة الوافدة أمر مقلق لهؤلاء الشباب. من داخل سوق التمور بمدينة بريدة، خالد الربعي، الإخبارية.